بس أبغاك تستوعب الفكرة عن طريق هذا المثال. أبيك تتخيل معاي 3 أشخاص، كل واحد منهم معاه 360 ريال، تقريبا $100 للي مو بسعوديين. الشخص الأول سميناه في هذه القصة مستهلك. مستهلك وضعه المادي متوسط، ما عنده دخل عالي وعايش على الراتب. مستهلك يا صديقي الجميل يشرب قهوة كل يوم، زي كذا وانت قاعد تمزمز كوب القهوة، إذا كان كوب القهوة بيدك يعني، فهو يشرب قهوة كل يوم. بكم يشتري كوب القهوة؟ عنده كافي قريب على طريقه للدوام، ياخذ القهوة منه ب12 ريال. حلوين حلوين. فمن يبدأ الشهر يشتري كل يوم قهوة، نهاية الشهر يكون خلص 360 ريال. إلى حد الآن الأمور طبيعية مستتبة سليمة. يدخل علينا في القصة الشخص الثاني، وهذا نبغى نسميه مقتصد. مقتصد يا صديقي العسل وضعه المادي زي مستهلك، عايش على الراتب ولا عنده دخل عالي جدا. مقتصد برضه يشرب قهوة كل يوم، بس جاء يوم من الأيام قال يا ولد الحين أنا أشتري كوب القهوة ب12 ريال.